الكثير يشتكي من مشاكل الصدر، الجيوب الأنفية دائما مزمنة، عنده إعطاس، حساسية، تغير جو، أي شيء، حتى الاكتئاب، حتى الحشرات اللي في البيت. ناصح بعد الله سبحانه وتعالى باستعمال حبة البركة. كيف الطريقة؟ ركزوا يا اخوان في الطريقه هذه لاني انا جربتها وضبطت معي. دقيقة أبو عبد الله. وضبطت مع الدكتور. ضبطت معك دكتور؟ ما شاء الله والله طيب الله مجلسكم يعني. جزاك الله خير ابو محمد. انا كان عندي مشكله في الجيوب الانفيه. يوم امس والله يعني استنشقت حبه البركه، اول مره تصير معي يعني ما شاء الله الحمد لله. تقول لما صحيت الصباح يا دكتور صار معك؟ والله صحيت صباح يعني حسيت انه كل في الجيوب الانفيه بينزل يعني حفظكم الله يعني، والحمد لله. الحين المسائل مفتوحة على البحر الحمد لله. مشكلة المصريين البحري يعني خلاص. أنا جربتها والله. الشيء الثاني يا جماعة طريقتها كالتالي يا جيب جماعة. جمر ومبخر. نعم، تحطه طال عمرك على المبخر. تحطه طال عمرك على المبخر زي العود. حلو. ثم أجي أبو عبد الله وش أسوي؟ أستنشقه. شوي استنشاق تام. انت عجبتك الشغله يا دكتور؟ ها؟ تطلع من نخاشيش. النخاشيش تطيب ابو عبد الله. وممتازه كذلك للبيت يا جماعه، طرد الحشرات وطرد الاكتئاب وطرد، والله يا جماعه تشوفون لها يعني فاعليه قويه. جربوها ببيوتكم وتشوف حتى الاطفال. جربوها اللي عنده جيوب انفيه. رقم 2 حساسيه. بعض الناس يقول كم استعملها؟ اقول من 2 إلى 3 مرات في الاسبوع. كثر خيرك ورحم الله.